كان في عالم زمان اسمه ثورندايك، كان بيحب يعمل تجارب كتير، وفي مرة عمل تجربة على قطة، حطها جوه قفص وهي جعانة، وعمل حبل للباب اللي لو القطة شدته تخرج تاكل السمكة المشوية اللي الريحة بتاعتها مجنناها وهي جعانة. قامت القطة بعد محاولات كتيرة جدا، فتحت الباب وشدت الحبل، أكلت، وبعد كده ثورندايك مسكتش، رجع حط القطة تاني في قلب القفص وجرب نفس التجربة تاني وتالت ورابع وعاشر و20، بس عمل حاجة حلوة قوي وهي مهمة جدا في التجربة دي. هي ايه؟ هنعرف ولكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد ناصر وانت بتتفرج على برنامج قطرة من كتاب. نكمل القصة اللي معانا. ثورندايك بعد ما حط القطة مرة واثنين وثلاثة وتخرج تاكل السمكة، كان بيحسب الوقت اللي القطة بتخرج فيه وتاكل السمكة. اللي اكتشفه كان الوقت بعد كل مرة بيقل، يعني لو قلنا أول مرة كانت بعد 30 دقيقة، فالمرة 10 وال15 كانوا بعد دقيقتين و3، والمرة 20 والمرة الأخيرة كانت بعد ثواني. وهنا استنتج ثورندايك ان المحاولة والخطأ بيودوا للتعلم، ومع التكرار بيقل الخطأ. وده كان عبارة عن اساسيات لو عرفتها وركزت فيها صدقني هتفتح ليك ابواب وتفتح دماغك على حاجات ما كنتش عارفها قبل كده. زي ما قلنا في الفيديو التمهيدي اللي فات، تاخد سمكة كل يوم ولا تتعلم تصطاد سمك وتاخد 10 سمكات بعد شهر. هنا انت بتتعلم تاخد 10 سمكات كل يوم واكتر. هنا بتفتح دماغك على ناس غيروا فعلا اشياء في الدنيا. وبكده يكون الجزء اللي فات ده قصة النظرية. الجزء اللي جاي هنتكلم عن قوانين النظرية، والقانون الاول اللي معانا قانون التمرين. يعني ايه التمرين؟ كلام بسيط جدا ومش عارف هم اصلا عاملينه القانون ليه، لانه مش محتاج اصلا تفسير، ولكن هكذا يا صديقي في اوروبا والدول المتقدمة. لو بصينا للتمرين، القانون ده بيقول حاجة انت بتعملها كتير وكل يوم ودايما مشغول بيها، هيحصل ايه؟ اكيد هتتقنها، صح؟ مثلا لو اول مرة انت بتسوق عربية وعايز تتعلم السواقة، امتى هتكون سواق ماهر؟ لما تسوق وتتعلم وتمشي في طرق وزحمة وكل يوم، وبعد فترة هتلاقي نفسك سواق ماهر. ده اسمه الاستعمال. الاستعمال يعني بيقوي الترابط بينك وبين الشيء اللي انت بتمارسه. اما الاهمال او اهمال نفس الشيء بيعمل اضعاف للترابط بينك وبين الشيء اللي انت مش بتستعمله كتير. ده كان القانون الاول اللي هو قانون التمرين، اللي بينقسم لقسمين: الاستعمال والاهمال. زي ما قلنا الاستعمال بيقوي الترابط والاهمال بيضعف الترابط. القانون الثاني واسمه الاثر. يعني ايه الاثر؟ يعني الشيء اللي انت بتعمله وبيسيب فيك اثر كويس بتفتكره ومش بتنساه ابدا. حد هيقول لي ما انت لسه قايل ان لما تكرر الشيء هيزود الترابط بينك وبينه. هقول له ولكن هقول له ان قانون الاثر جاي علشان يفسر قانون التمرين. بمعنى ان في ناس كتير بتكرر حاجات كتير ولكن مش بتحبها، وبتعد الايام والليالي وبتقول امتى هتنتهي من ده. الاثر فكرته مشاعر، بيلعب على المشاعر، وكل ما يكون في مشاعر بالراحة والحرية وحاسس كده مشاعر حلوة بينك وبين الشيء اللي انت بتعمله، ولو لمرة واحدة بس عملته، هتفضل فاكر الشيء ده لسنين، وممكن عمر كامل هتفضل فاكره. وكأن القوانين دي يا صديقي جاية بتقول لنا حاجة بس مستخبية شوية. لو أول مرة بتعمل شيء وبتتعلمه، المشاعر مهمة وتكرر، فهتتعلم في وقت أقصر وهتبدع فيه. يبقى امتى الشيء اللي انت بتعمله يكون مفرقع معاك ومطرقع؟ لما تعملها وانت حاسس براحة وإشباع وارتياح. بيقولوا كده أنا قلبي انشرح. لما قلبك ينشرح لشيء اعرف تماما ان انت لو كررته الموضوع ده هيفرقع معاك جدا. يبقى لو عايز اعمل رابط قوي بيني وبين اي شيء اكرر الشيء ده بس. لا، الشعور اهم من التكرار. شعورك ايه؟ قلبك فين؟ مهم جدا. علشان كده في اشخاص برغم من اننا بنعيش معاهم فترات قليلة الا انهم بيسيبوا اثر في الحياة كلها مش بيتنسي، وناس بيعيشوا كتير وعادي. ايه
السبب المشاعر طبعا، وفقا لقانون إدوارد لي ثورندايك. مثال تاني على قانون الأثر، الشخص المدخن ليه بيشرب سجاير برغم إنها مضرة؟ الأثر اللحظي اللي سابته السجاير جواه حلو، هو رابط ما بين الشعور وعمل تكرار كتير. نيجي بعد كده قانون الاستعداد والتهيؤ، ونفس الشيء هو بيوصف الحالة النفسية للأثر، بيوصف الحالة النفسية للقانون اللي قبله، برضك مرتبط بالمشاعر، وبيقول إن في 3 أشكال من المشاعر. أول حاجة، لو أنت مهيأ وجاهز، مثلا يعني انت بتحب السفر والخروجات والافراح وعندك طقم كامل جاهز، احلى طقم في الدنيا، وكمان عندك الوقت ومعاك فلوس، وفجأة اصحابك اللي انت بتحبهم لقيتهم بيرنوا عليك وكمان قالوا لك هنخرج في مكان انت بتحبه، مشاعرك هتكون ايه ساعتها؟ ساعتها اكيد مشاعرك هتكون سعيدة جدا. الشكل التاني، انت جاهز وعندك كل الحاجات اللي قلناها دي، لكن اصحابك راحوا ومرنوش عليك ولا رحت انت معاهم، اكيد هتحس بمشاعر عدم ارتياح وهتكون متضايق برغم انك جاهز من كل الاتجاهات. الشكل التالت، اصدقائك خارجين مكان انت بتحبه جدا واصحابك دول انت بتحبهم جدا، لكن انت مش جاهز، وبرغم من كده هم مرنوش عليك، هم جولك البيت وعايزين ياخدوك غصب عنك. هتحس بمشاعر ايه برغم ان انت مش جاهز؟ انت مش جاهز لكن اصحابك جايين ياخدوك اللي انت بتحبهم في المكان اللي انت بتحبه، اكيد هتكون مشاعر عدم ارتياح. تعالوا كده مع بعض نلم الموضوع ده كله في كام سطر للي ما عندهوش وقت وعايز يعرف الخلاصة. ايه هي اهداف وفوائد واستخدامات نظرية المحاولة والخطأ دي؟ اول حاجة، الدافعية. تخيل معايا كده لو انت كل يوم ما عندكش حاجة تقوم ليها من النوم، هتصحى بدري ليه؟ مفيش دافعية. مثال تاني، لو انت رايح رحلة وكل اللي في الرحلة انت مختارهم، ومختار كمان السواق بالعربية، مختار كمان المكان والناس اللي هناك، اكيد هتكون متحمس جدا وعندك دافعية للمشوار. وكمان بالنسبة للتعليم، ولو انت بتشارك الطفل اللي عايز يتعلم ده في نشاط معين، عمره ما هينسى النشاط ده ابدا. اللي بعد كده الممارسة، مفيش حاجة هتعرف تتعلمها في يوم وليلة. التكرار مع المشاعر المصاحبة للتكرار ده بيودوا في حتة تانية خالص. الحاجة اللي بعد كده التهيئة، التمهيد لأي شيء بيساعد على فهم واستيعاب الموضوع أو الدرس، أو حتى لو كنت مهيأ للخروج أو للنقاش مع حد مثلا، يبقى لازم إن انت تكون متهيأ لأي شيء. يبقى أساس النظرية اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة التجربة والمحاولة، ولو أخطأت وده أكيد طبعا، اقبل خطأك وعلم عليه وما تستسلمش أبدا. ده القطة ما استسلمتش، انت كإنسان مكرم وربنا فضلك تستسلم؟ أكيد لا. وطبعا أي فشل تأكد تماما انه يكون بعده نجاح دايما إن شاء الله. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة. لايك وشير وتعليق تقول لنا رأيك فيه، واستنونا في نظرية تانية جديدة. أحب أختم كلامي بمقولة أنا بحبها: الشخص الذي لا يرتكب أي أخطاء لم يجرب أي شيء جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.